عادل فين؟ عادل في تيمور الشرقية، دولة رقم 115، دولة طبقا لتصنيف البنك الدولي هي أفقر دولة في العالم، دولة مصنفة إن هي من أفقر دولة في العالم كله. عملتها هي الدولار الأمريكي، موجود فيها حاليا الدولة رقم 115. هقول لكم وصلت لها ازاي وايه التكاليف بتاعتها وازاي نقعد فيها وايه هي دولة تتحدث اللغة البرتغالية. البرتغال سابتها تقريبا سنة 1975، ودلوقتي أنا موجود على أراضيها حاليا. دولة أتمنى تكون جميلة. ويلكم تو ديلي. موجود فيها إندونيسيا، خدتها سنة 1999 وقرروا إن هم يستقلوا يبقوا دولة مستقلة سنة 2002. من 2002 حتى النهاردة دولة مستقلة. أنا موجود على أراضيها، دولة رقم 115 حول العالم مع عادل. جو رائع جميل. ويلكم تو ديلي. خدت أول طيارة وطلعت من بالي إلى تيمور. تيمور هي الدولة وعاصمتها ديلي. الدولة دي من دول صغيرة جدا، كان تم احتلالها من قبل هولندا وبعد كده البرتغال وبعد كده ضمتها اندونيسيا حتى تم اعلان استقلالها سنة 1999. دولة تتحدث اللغة البرتغالية وبتتحدث لغة تيمورية. دولة صغيرة جدا ودولة مصنفة ان هي من افقر الدول في العالم، نسبة فقر عالية جدا. دولة العملة بتاعتها هو الدولار الامريكي. ويلا بينا نشوف تيمور مع بعض ونكتشفها خطوة بخطوة، وهي هل فيها حاجات كتير ممكن تتعمل في تيمور ولا لأ، وهروح فين بعد تيمور. يلا بينا نشوف المواصلات ونشوف المطار مع بعض. اول ما وصلت خدت تاكسي. صعب جدا ان اخد مواصلات، المواصلات مش بسهوله تامه ان انا اقدر اخدها. التاكسي قعدت نيجوشيت معاه وبارجي معاه بشكل كبير جدا، بيتكلموا زي ما قلت لكم اللغه البرتغاليه. المهم قدرت اوصل ان انا اقدر اوصل وسط البلد ب$10. طبعا زي ما شايفين الميكرولات ده من المواصلات المشهوره جدا، ودي اشهر وسيله مواصلات ممكن نستخدمها، بس مش سهل لان لازم نكون عارفين كل رقم بيروح فين ونبقى عارفين كل مكان في المدينه عشان نقدر نركب الميكروات، وتبقى اسعاره رخيصه جدا. هقول لكم برضو العمله وازاي نصرف، لان طبعا هي عملتها هي الدولار الامريكي، $1 وال$2 ما بيتمش استخدامهم، فلازم يكون معانا من 5 واحنا طالعين. فيزا تيمور الشرقيه هي عند الوصول للمصريين. يلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. فيزا تيمور زي ما قلت لكم هي عند الوصول للمصريين، ثمنها $30. كل اللي تعملوه تاخدوا باسبوركم تدوه لظابط الجوازات، هيدوكوا الفيزا تدخل تختم وخلاص. هيقعد يعمل معاك شويه سين وجيم، اول ما يشوف ان انت مصري هيجيب ناس تحقق معاكوا علشان يعرفوا هتعملوا ايه. لازم يبقى ردكوا جاهز وحاسم عشان الموضوع سخيف ومش بسهوله. يلا بينا نشوف الهوستل مع بعض. بلد البحر محيط معنى صح، محاوطها من كل حته يمين وشمال. طبعا هي جزيره كبيره جدا، الهواء فيها جميل، الاجواء حلوه، الشمس حلوه انها محاميه شويه، بس انا انبسطت فعلا جدا. الجو فيها ممتع، النايت لايف فيها حلوه، فيها نسبة كبيرة جدا من الأوروبيين وخصوصا البرتغاليين عشان عايشين هنا. طبعا اللغة مساعدة، وهي دولة بسيطة ومصنفة انها من أفقر دول العالم. وصلت أشهر مكان وهو راي كريستو وهو تمثال للسيد المسيح، وده في أعلى قمة موجودة في تيمور الشرقية في العاصمة ديلي. هنشوف منظر زي ما شايفين، منظر أجمل ما يمكن نشوف. طبعا من حسن حظي ان انا طبعا مش قاعد وهمشي. هروح الى دولة جديدة. فئة $1 تمام، ما بحدش بياخدها في البلد هنا خالص، دي في تيمور الشرقية. طبعا معايا فئة $1. تاكسي كنت باعت له بديله فلوس وقال لي ما باخدش $1. جيت الهوستل هنا عشان اصوره وادي الناس فلوسها ومش عارف ايه، قال لك لا ما بناخدش $1. مش حد هنا بياخد $1. فلو انت في تيمور صباح الخير كده، عشان تبدأ يومك ب لازم يكون معاك اقل حاجة $5. ف يعني ما حدش يجي تيمور خالص. ده الهوستل بتاعي لذيذ صغير، الليلة كلها $5 ولا حاجة، $7. موضوع بسيط جدا. حبيت الدوكيمنت اليوم ده صراحة لأن أنا في دولة هي مصنفة إن هي من أفقر دول في العالم، يكاد تكون هي أفقر دولة في العالم. دولة تتحدث اللغة البرتغالية، ودولة عملتها الدولار الأمريكي، دي بحد ذاتها مفاجأة. فأنا بتمشى في الشوارع بتاعتها
دولة في اللذيذ في الهادي، بساطة. قبل ما أكمل رحلتي وأشوف أنا هروح فين خطوة بخطوة، خلينا نشوف هنروح فين مع بعض. دخان كتير أوي، البلد غروب حلو أوي، منظر غروب حلو أوي. خلينا نشوف هناكل إيه ونكمل مع بعض. طبعا أنا هنا في حزن مغلي. دخلنا أنا في أفقر دولة في العالم، مش عارف أدفع فيها فلوس، يعني مش عارف أسحب من البنك فلوس، مش عارف أعمل أي حاجة في أفقر دولة في العالم. موضوع كارثي. طبعا هما هنا الدولار ما بيقبلوش فئة $1 ولا فئة $2، من 5 وانت طالع. طب ايه يا عم، ما في حاجة اسمها 1 و2؟ قال لك لا ناخدهم كوينات، احنا بنقبل هنا الكوينز. تخيل انا في افقر دولة في العالم مش عارف اسحب من ATM. صباح الخير، وبعد يوم طويل وعجيب طبعا من بالي الى تيمور الشرقية، تقريبا تصنيفها هي افقر دولة في العالم. حاليا انا في طريقي لدولة جديدة تماما، الدولة رقم 116. احتفل بعيد ميلادي في الدولة دي، اعتقد هيكون هو ده يعني ختامها مسك معايا. وحاليا on my way للدولة الثالثة عشان اقضي عيد ميلادي بعد ما خلصت اندونيسيا وبعد ما خلصت تيمور الشرقية. حاليا انا في طريقي الى استراليا يا جماعة. كان حلم كبير بالنسبة لي، ما كنتش متوقع ان انا ممكن اروح استراليا في يوم من الايام. دايما كان الناس تقول صعبة، بس المفاجأة ان انا معايا فيزا استراليا بقالي سنة معايا الفيزا، وكنت مكسل اروح صراحة، بس خلاص ما ينفعش يعني. مش عارف اذا كنت هاخد الفيزا تاني ولا لا، مش عارف، بس معايا الفيزا فحرام ان انا اخسرها. طبعا زي ما انتم شايفين الميكرولات او الميني باص، سموه زي ما تسموه، هنا بيسموه ميكرولات او مايكرولات على بعض الضغوط اي لغه. ولازم تبقوا عارفين كل واحد زي ما انتم شايفين عليه رقم، الرقم ده بيروح مناطق، فانت لازم تبقى عارف انت هتركب انهي رقم وهتنزل، هل محتاج تحول ولا هيوصلك دايركت. طبعا الكلام ده مش موجود على جوجل مابس ولا موجود في اي حته، لازم تبقى انت عارف او تسال، هيقول لك تنزل تركب رقم 9 ومن 9 تحول تركب رقم 11 وهكذا. تمام. دخلت على جوجل مابس وقلت له انا عايز اروح المطار من وسط بيتي، المسافه كلها 10-15 دقيقه مشي، يلا نمشي. لقيت ان جوجل مابس جايبني في قلب الرانواي زي ما انتم شايفين. انا ماشي بكل بساطه، لقيتني جابني عند الرانواي. الراجل المحترم ده ركبت معاه، قال لي خلاص ما تشغلش بالك لان كان لازم هرجع مشوار تاني كتير ماشي. قال لي خلاص تعالى اركب معايا، ولبسني الخوذه وخدني وصلني الى المطار بكل بساطه. ناس طيبه جدا صراحه، الناس بسيطه سلسه، ما حدش عمل لي اي مشكله، انبسطت جدا معاهم. والراجل ده ربنا يخليه طبعا ساعدني ان انا يوصلني مطار بدل ما امشي مشوار طويل تاني، وخدني ووصلني مطار. يلا بينا نشوف هنروح فين بعد تيمور. عادل في طريقه للدولة رقم 116 والحلم يقترب إلى الحقيقة. فين؟ رايح إلى أستراليا. عادل رايح إلى أستراليا، دولة رقم 116 حول العالم. كوبي باك وبالشبشب رايح اخر وابعد نقطه بالنسبه لي حتى هذه اللحظه. هي مش ابعد نقطه في العالم، بس بالنسبه لي هي ابعد نقطه هكون سافرت في بس هي من مصر لاستراليا. للنقطه اللي انا هكون فيها هتكون المسافه 15779 كيلو، 15000 كيلو، 16000 كيلو تقريبا. مسافة رهيبة جدا، دي هتبقى أبعد دولة حتى الآن سافرتها، أستراليا. انتظروا كانتاس تزالت في تيمور زي ما شايفين الخطوط الجوية بتاعتهم، وأنا في طريقي إلى أستراليا.